كانت القرار في حد ذاته هو واحد القطيعة مع القرارات كاملين، فهو تحول في قضية الصحراء. ما نساوش فين كنا في 98، راه كنا كنهضروا على مخطط تسوية واستفتاء اللي فيه الاستقلال او الانفصال كأحد الخيارات الأساسية. هذه نهاية 98 وبداية 99. هذا هو جلالة الملك من ذاك التاريخ، من 99 قبل نهاية سنة 99 بدا الاشتغال على أولا كيفاش نخرجوا من هذا المسار اللي كان ديال مخطط التسوية والاستفتاء، اللي كيبان بأنه ما غيعطيش حتى شي نتيجة وبأنه صعب التطبيق. بعد ذلك بدا الاشتغال مباشرة جلالة الملك على شنو هو البديل باش نخرجوا من هذا المخطط. كان كيخص مبادرة الحكم الذاتي اللي بدا الاشتغال عليها من 2004 باش تحط في 2007. من بعد كانت هذه المبادرة عطات واحد المسار، ولكن ملي المسار يعني تعكس وما كانش إرادة من الأطراف الأخرى، جلالة الملك انتقل باش يشتغل على أن الحكم الذاتي واللي هو المرجع بالنسبة للدول. مادام الأمم المتحدة كانت مازال ما واجداش، كان اشتغال كبير على الدول في علاقاتها الثنائية. وبدينا جلالة الملك قال أمس ثلثي الجمعية العامة الأمم المتحدة اليوم كيعترفوا بالحكم الذاتي. هذا ما جاش غير هكذاك، يعني في 2007 في 2008 في 2009 راه كانوا فقط بضع دول. ماشي جينا وصلنا لهذه اللحظه. لا، هادشي باش كنقول بان جا الاعتراف الامريكي في 2020 بعد واحد التفاعل كبير اللي كان قام به جلاله الملك مع الاداره الامريكيه انذاك، واللي واخا كانت غاده جلاله الملك. وهنا في كتبان المقاربه جلاله الملك محمد السادس، ان كاين هناك واحد الرؤيه واضحه من البدايه فين غنوصلوا، وكاين هناك واحد التأني استراتيجي وواحد العزيمه باننا غنوصلوا لذاك الشيء. في 2020 واخا كان الرئيس انذاك ترامب كان غادي، جلاله الملك دخل في ذاك المسار معاه في اطار تفاعل مباشر، وصلنا للاعتراف الامريكي. الجميع كان كيظن بان داك الشيء غيمشي مع الذهاب ديال ترامب. جلاله الملك ماشي فقط حافظ على ذاك المكسب مع الاداره الامريكيه اللي جات للرئيس بايدن، ولكن من رجع الرئيس ترامب 4 سنوات بعد ذلك لقى اسبانيا جلاله الملك اشتغل وغير لها الموقف في 2021، المانيا في 2021، فرنسا بعد يعني الزياره اللي قام بها الرئيس الفرنسي والرساله اللي كان بعث لجلاله الملك في يوليوز 2024 غيرت الموقف، واخيرا بريطانيا في يونيو من 2025. اذا ها منين بدينا من واحد مخطط تسويه مع واحد السيف اللي سميتو الاستفتاء والاستقلال وغير ذلك، انتقلنا الى بديل اللي هو الحكم الذاتي. انتقل بعد ذلك جلاله الملك الى جعل هذا الحكم الذاتي هو المهيكل للنقاش حول الصحراء، بعد ذلك الى انه يولي هو اللي كتدافع عليه القوى العظمى. نذكركم شنو قال جلاله الملك في اكتوبر في البرلمان. قال كاين عالمين، كاين عالم حقيقي واقعي فيه المغرب في صحرائه، فيه دول كتعترف بالحكم الذاتي، فيه واحد التنميه اقتصاديه، كاين عالم اخر اللي كان باقي كيتمسك بشي حاجات قدام، شي حاجات عفى عنهم الزمن. وقال جلاله الملك انذاك الامم المتحده عليها ان تتحمل مسؤوليتها باش هاد العالمين ما يبقاوش بجوج. خص من الامم المتحده تولي هي داك القنطره باش العالم الحقيقي هو اللي يولي في عالم الوثائق الامم المتحده. هذا اكتوبر ديال السنه الماضيه. سنه بعد ذلك جلاله الملك اشتغل لانه قال بان الامم المتحده خصها تاخذ مسؤوليتها، واليوم الامم المتحده خذت مسؤوليتها البارح، ولا القرار كيعكس العالم الحقيقي الواقعي، هو ان الصحراء مغربيه بالشرعيه بالتاريخ وبالحقيقه، وبان الحكم الذاتي اليوم ولا هو ذاك المرجع اللي خصو يكون هو الاساس وخصو يكون هو نقطه الوصول. واليوم ولات ان الصحراء المغربيه ولات منطقه ديال التنميه وغيرها. فها كيفاش انتقلنا. اذا كاين هي تتويج لواحد المسار. المغاربه اليوم كيجنيو ثمار واحد العمل اللي قام به جلاله الملك لمده 26 سنه، واليوم المغاربه كذلك تطور ديال هذا الملف. نزيد نقطه اخيره، وهي ان التصويت اللي كان يوم امس
ما كانش على هنا السي بوريطه غنرجعوا معاك انسجاما مع الكلام اللي كتقولوا انه هذه اللحظه ماشي جات معزوله، هي ثمره عمل كيقوم به سيدنا منذ 26 عام. كنرجعوا للخطاب ديال سيدنا في 6 نوفمبر 1999. لقد اخذنا على عاتقنا امر معالجه ملف الصحراء المغربيه بمنظور جديد. نعم. كيتسنى به التعامل معها بثلاثه المقاربات: الانصاف، الموضوعيه والواقعيه. واليوم وصلنا له. ولكن اللي بغيت ناكد عليه كذلك هو ان لما كان التصويت البارح ما كانش فقط على عبارات كاينه في القرار، كان تصويت على هذا المغرب ديال جلاله الملك محمد السادس بما قام به من اصلاحات، من تطورات، ما عنده من مصداقيه، ما عنده من مكانه على المستوى الدولي، يعني وضع المراه، التنميه المستدامه وغيرها. فكذلك التصويت ديال امس كان على قضيه الصحراء، ولكن كان على مغرب جلاله الملك محمد السادس. هذا موضوعنا سي بوريطه في السياق. نفتح النقاش مع زميلي الرمضاني والترابي. شكرا سناء. انا نبغي نفصل مع السي ناصر بوريطه ويتسع صدره اليوم، لانه الملايين ديال المغاربه باغيين يفهموا، وكنظن واحد المعادله المغربي باغي يفهمها في هاد فاتح نوفمبر 2025 اللي وصلنا الى لحظه الفرح اللي تكلمت عليها سناء قبل قليل، واللي وصلنا الى مرحله جديده في التعامل ديال العالم مع ملف الصحراء. اعطيتنا مؤشرات بانه كاينه فلسفه دبلوماسيه بقياده ملكيه او بهندسه ملكيه، ولكن مازال ما شبعتش انا من هذا الموضوع. بغيت نعرف بالضبط الوصفه والمقادير ديال الوصفه المغربيه اللي خلات الدول الكبرى انها تعترف بالنموذج المغربي، اللي خلات مجلس الامن ولا الاعضاء كيديروا استفتاء من نوع اخر على النموذج المغربي واللي صالح المغرب بطبيعه الحال. وانا كنتذكر 2020 فاش تلاقينا في العيون ما كنتش من المشككين، ولكن نقلت لك التشكيك ديال بزاف الناس كيقول بان المغرب غامر وقامر بانه خدا الاعتراف بتغريده ديال الرئيس ترامب. كيفاش قادرين ديروا التعليل لهذا الامر كله سي بوريطه؟ هي اللي قلت قبيله بان كاينه واحد المقاربه جلاله الملك محمد السادس في التعامل وفي تقديم الاجابات على هذه التحديات، سواء في القضايا الداخليه او في قضايا السياسه الخارجيه. كاين رؤيه واضحه واهداف استراتيجيه واضحه. وشفنا شنو قال جلاله الملك في 1999 حول تعامل جديد مع قضيه الصحراء المغربيه. انذاك كان بحال اللي كنقولوا له كاب كان تحط. شنو هو نقطه الوصول؟ كانت دارت 1999، هذه 26 سنه. مقاربه جلاله الملك كذلك فيها تحديد اهداف مرحليه وبواحد اللي يمكن لي نسميه واحد التأني الاستراتيجي، اللي يمكن يبان بان لا راه الوقت كيضيع، لا كاين واحد التأني استراتيجي باش كتنضج الامور. داكشي باش كنقول اليوم كنجنيو ثمرات، لان جلاله الملك وفق هذه المقاربه خلاها الثمرات باش تجنى في الوقت المناسب وانها تنضج اليوم. هذه المقاربه كذلك مبنيه على واحد المصداقيه والعمل. يعني جلاله الملك لما كانت جبتي لي 2020 وكنعقل كان اللقاء وقلت لي هذا غير تويت، وهذا الرئيس كان خسر، كان انذاك لان كان انتخابات دازت في نوفمبر. وكان جلاله الملك يعني خدا هذاك القرار بان الا خدينا الاعتراف ديال الرئيس ترامب غادي المغرب وجلاله الملك يقدروا يحافظوا عليه مع الاداره الامريكيه، ولكن سيستعمل كاساس مع دول اخرى. وهذا ما تحقق. يعني تفاعل جلاله الملك مع اداره الرئيس بايدن خلى القرار اللي خدا الرئيس ترامب يبقى، ومن القرارات القليله اللي اداره بايدن حافظت عليها من بعد ذهاب الرئيس ترامب بعد الولايه الاولى. يمكن القرار الوحيد كانوا كل شيء غيره، لان كاين هناك مصداقيه، ولان كاين هناك واحد البلد ورئيس بلد جلاله الملك اللي كيعطي الثقه للشريك، كيعطي الثقه للمخاطب، واللي كيعرفوا بانه اذا التزم غادي ينفذ. منين حافظ جلاله الملك على ذاك الموقف الامريكي انذاك، كان يمكن نقولوا هذا مكسب نتسناو حتى مباشره بعد ذلك في اطار ذاك الرؤيه اللي كانت واضحه وذاك المراحل اللي كانت واضحه. اشتغلوا على الدول المهمه: اسبانيا
باعتبارها القوة الاستعمارية ديال المنطقة 2021، يعني سنة بعد ذهاب الرئيس ترامب. بعد ذلك بدا الشغل الدول الأوروبية، ألمانيا 2021 كذلك، فرنسا، بريطانيا وغيرها، واللي ولات هذه القوى المؤثرة، هذه اللي عندها واحد المصداقية، أن هذه الدول اللي كتعرف المنطقة وكتعرف منين جا هذا الملف، الجذور ديالو التاريخية، الأسس الجيوسياسية، كتعرف التفاعلات وكيف وصلنا لهذه القضية. منين هذه الدول خدات، منين جلالة الملك كذلك بدا الاشتغال في القاره الافريقيه. ما ننساوش 2017 العوده للاتحاد الافريقي، واللي كانت كذلك بعد واحد المعركه، وكنقول المعركه اللي قادها جلاله الملك. يعني كنا كنطلقوا ان 28 دوله وخصنا 42، وجلاله الملك نذكروا بانه مشى 9 ديال الدول في واحد المقاربه جديده اللي كان الناس كيقولوا هذه دول باقا كتعترف. اثيوبيا، نذكركم جلاله الملك مشى لاثيوبيا، مشى لتنزانيا، مشى لنيجيريا، مشى لزامبيا، مشى لجنوب السودان، مشى لغانا. هذه كلها دول اللي كانت كتعترف انذاك بالجمهوريه المزعومه، ولكن جلاله الملك فهادشي اللي تقال في 1993 الواقعيه والموضوعيه والانصاف. مشى لهاد الدول هذه وغيرات الموقف ديالها، ورجع المغرب للاتحاد الافريقي، واللي عطاه واحد الدفعه قويه في العلاقه مع اوروبا كذلك. توصلنا اليوم 23 دوله اوروبيه الاتحاد الاوروبي اللي مع الحكم الذاتي. جبتي الجانب الاقتصادي كذلك، ما نساوش بان الا خديت غير هاد الشهر الاخراني في نهايه في 28 شتنبر، كريس لوندو نائب كاتب الدوله الامريكي قال نشجع الاستثمار الامريكي في الصحراء. كتجي 4 اكتوبر الاتحاد الاوروبي كيوقع اتفاق الفلاحي اللي كيسمح بالمنتجات الفلاحيه من الاقاليم الجنوبيه انها تدخل السوق الاوروبيه. 9 اكتوبر فرنسا كدير المنتدى الاقتصادي الفرنسي المغربي في الداخله. 17 اكتوبر روسيا كتوقع اتفاق الصيد البحري اللي فيه كذلك الاقاليم الجنوبيه. اليوم جلالة الملك هذه سنتين طلق ذاك المبادرات المهمة ديال الأطلسي وديال السماح بدول الساحل أنها توصل للأطلسي. الناس كتشوف بأن كاينة خطة، كاين، والعالم اليوم في هذا سياق العالم صعيب، حروب، حتى واحد ما كيثيق في الآخر، الأزمات، كانوا كيتسناو كيقلبوا على بلد اللي عنده هذه المصداقية، اللي يمكن يعطوهم هذه الثقة، واللي يمكن له يتعاملوا معاه ويعرفوا بانهم كيتعاملوا مع بلد عنده وزن. هذه مقاربه جلاله الملك محمد السادس، لا في الداخل ولا في الخارج. افق واضح، مراحل ومسطره اللي قال جلاله الملك في خطاب حول السياسه الخارجيه: الطموح والوضوح. الطموح والوضوح. سي عبد الله الترابي، يعني بانه من الممتاز كنسمعوا هذا الخطاب هذا وهذا النقاش هذا مع السي ناصر بويطه، لانه خصوصا بدا بواحد الخطاب ديال التواضع في البدايه، يعني بانه شو منين جينا، يعني بانه راه كانت مرحله الثمانينات والتسعينات في ملف الصحراء عارفه كانت نقوص وتراجع، لدرجه بانه المغرب خرج من الاتحاد الافريقي وكنا نعيش شبه عزله الى ما كانش عزله. يعني الان كنوصلوا لمرحله اخرى تغير فيها هذاك الباراديغم بشكل نهائي وكبير جدا. كنشوفوا الان بانه الامم المتحده والمجلس الامني بانه كيمشي معك، وبانه هذا ربما ليس حدثا معزولا بل هو ثمره لعمل كبير. الدبلوماسيه في هذه العقدين الاخيرين تبدلت بشكل كبير. كاين هناك من يوصفها بان احيانا الدبلوماسيه بانها صداميه هجوميه، هناك ايضا من يصف بانه احيانا بانه كنعتمدوا على دول من غير اخرى. ولكن ملي كنجيو نشوفوا حتى التصويت هذا الاسبوع كنلقاو بان عمرنا ما خرجنا للعيب مع الدول، عمرنا ما خرجنا. يعني كيفاش مره اخرى كنمشي في هذه القضيه على مستوى العقيده الدبلوماسيه ولا الدوكترين دبلوماتيك ديال المغرب في هذه 20 سنه، كيفاش تبنات في هذه العلاقات مع مختلف دول العالم، بانه عدم ارتكاز على دوله او لا اثنين او ثلاثه. وثاني هذه القضيه احيانا ما يوصف بالدبلوماسيه الصداميه هجوميه احيانا، لانه كان هذا الناس يستخدم احيانا. علاقه بالسؤال ديال السي عبد الله ولا تكمله ليه، كيفاش قادر المغرب يخلق ذاك التوازن بين قوى دوليه بعض المرات متنافره او متضاده، ولكن كيف ما قال عبد الله ما كنديروا العيب لا مع هذا لا مع هذا، وممكن نربحوا التأييد والدعم ديال
الجميع ان صح التعبير. كنرجعوا دائما هي هذه مقاربه جلاله الملك محمد السادس اللي هي واضحه في السياسه الخارجيه يمكن بشكل كبير. انا قلت لك باينه ديما على تفكير استراتيجي. جلاله الملك عارف فين باغي المغرب يوصل، وعارف مثلا في قضيه الصحراء فين غادي نوصلوا. في 99 كان باين الافق شنو هو، وكاين مراحل اللي اليوم وصلنا لها. هاد العقيده ولا هاد المقاربه جلاله الملك فيها جلاله الملك ما نساوش قالها في البرلمان المعقول. الدبلوماسيه ديال المعقول هي اللي كتجيب لك الاحترام ديال بان المغرب ماشي من ذاك الدول اللي يمكن كيخرج 5 البيانات في النهار وكي هي دبلوماسيه ديال المعقول اللي الكلمه ديال جلاله الملك على المستوى الدولي منتظره لان عندها وقع. ثانيا هي دبلوماسيه الفعل، ماشي بزاف ديال الخطابات وبزاف ديال، هي دبلوماسيه الفعل والدبلوماسيه النتيجه. ماشي ما غيكونوش 10 ديال البيانات على حنا كنديروا. جلاله الملك كيهضر باش يقول درنا وصلنا للنتيجه. هذه هي دبلوماسيه جلاله الملك، هي دبلوماسيه ديال الفعل ودبلوماسيه ديال النتيجه، دبلوماسيه ديال المعقول، ودبلوماسيه اللي عندها واحد الفهم دقيق للتوازنات الدوليه. جلاله الملك ما نساوش في 2015 مشى للصين، في 2016 مشى لروسيا، انفتح على افريقيا. هادو اللي احتاجينا اليوم. انا يعني اليوم روسيا والصين وغنوصلوا لهم، يمكن يكون عندهم مشاكل مع امريكا، ولكن ملي كيصوتوا كيدخلوا في المعادله بان الامر كيتعلق بالمغرب، ذاك المغرب ديال جلاله الملك محمد السادس اللي مشى عندهم في 2015 مشى عندهم في 2016 واللي في قضايا كثيره كتهمهم. ماشي دوله اللي كيديها ويجيبها الريح، دوله اللي رجليها قابطين في بما انكم سي بوريطه وقفتوا عند هذه النقطه ديال الامتناع عن التصويت، غنرجع ل3 دول. امس 11 دوله صوتت لصالح القرار الاممي 2797. 3 دول امتنعت: روسيا، الصين، ثم باكستان. بماذا يفسر هذا الامتناع؟ نرجع شويه كيفاش وصلنا بلا 11 لان اعتبرت انت ال 11 سهله. مشيتي ل3 وخليتي 11. بدينا ب 11 نمشيو للفصل اللي امتنعوا. نمشيو قبل ما نوصلوا ذاك اللي امتنعوا. ذاك ال 11 راه ما جاوش بسهوله. ذاك ال 11 يعني جات فرنسا لان جلاله الملك اشتغل عليها وجا الموقف في 24 وكانت كتقول هذيك ما كان المغرب ماشي هي مقاربه صداميه، هي مقاربه الوضوح. مقاربه الوضوح اللي كتنبني على 2 النقط. جلاله الملك كان واضح، قضيه الصحراء هي النظاره اللي كيشوف بها المغرب العالم، لان جلاله الملك هو اول واحد واعي بالاهميه ديال هذه القضيه بالنسبه للشعب المغربي وبالنسبه دوك لما جعلها جلاله الملك هي النظاره اللي كيشوف بها المغرب العالم. هذا الدول فهمات بان ما كاينش داكشي قبط العصا من الوسط وبقى في لا زون دو كونفور، باللي اليوم هذا وقت ديال الحقيقه مع من. ثانيا كانت واحد النقطه اخرى ديال ان المغرب، قال جلاله الملك مغرب اليوم ليس مغرب الامس، بان المغرب فيه نديه لما تعلق الامر بمصالحه. ما يمكنش المغرب ديال جلاله الملك محمد السادس يقول غلطتوا معنا في هذه والله يسامح ونزيدوا. لا، ما كاينش بلد كبير وبلد صغير. لا ما كاينش، كاين المغرب واثق بالامكانيات ديالو. وهذا اللي خلى هي ماشي دبلوماسيه صراعيه، هي دبلوماسيه الوضوح. اش نوضحوا لان جلاله الملك لما ربط الوضوح بالطموح راه ماشي عبثا. الا كانت الاسس واضحه يمكننا نطمحوا في العلاقه. الا فكينا كل ما كان من سوء فهم مع فرنسا راه غيعطينا اليوم طموح في علاقه باش نوصلوا بها الى ابعد حدود. بعد الزياره اللي قام بها الرئيس ومحادثته مع جلاله الملك، اسبانيا اليوم هما كيقولوا احنا في احسن مرحله في العلاقه المغربيه الاسبانيه، لان جلاله الملك كان حريص على ان مع اسبانيا الامور توضح كذلك. الوضوح هو اللي كيعطي الطموح، وذاك الطموح هو اللي كيخلي الشريك كيقول هذه الدوله ماشي كتقلب على الدباس،
هاد الدوله كتبغي توضح الامور باش نزيدوا لقدام. جير ال 11 جير ال 11 قبل الثلاثه. ال 11 ماشي، لان باش نكونوا وخص الناس تعرفها، يمكن من اصعب مجالس الامن هو هذا. مجلس الامن كاين الخمسه والعشره كيتبدلوا، فيه طرف النزاع حاضر، يعني بحال يعني هذا واحد المساله اللي ما كتوقع مره في 20 عام ان الجزائر كطرف في النزاع تكون عضو في مجلس الامن. يعني هذا الصعوبه ديالو. ثانيا التكوين ديالو، الا خديت غير المجلس اللي قبل كان حسن بزاف. يعني ذاك ال11 اللي صوتوا مع المغرب واللي زعما جابهم جلاله الملك ما كانش بسهوله. كان لي نقول لك يعني جلاله الملك في اللحظه الحاسمه، ويمكن كنا في 6 ليل، جلاله الملك تدخل شخصيا وكلم وتفاعل باش وصلنا لتسعود، باش وصلنا وذاك ملي وصلنا لتسعود، لان كتعرف القرار خصو تسعود الاصوات بدون فيتو. والله كان تدخل مباشر. كنتكلموا على الاسابيع الاخيره، كنتكلموا على الخمس ولا 6 ايام الاخيره، لان اللي يمكن نقولوا ذاك لا ديرنيير لين دوات 100 متر الاخيره. سيد الوزير كان كيخص اذا سمحتي باش لا غادي نفسروا ال 11. لا نفسروا ال 11، ولكن قبل من ال 11 يمكن المغاربه غادي يبغيو يعرفوا كيفاش وصلنا بعدا لمسوده القرار الامريكي غنرجعوا عليها اللي تبازا عليها 11. لا غادي يجاوبنا على 11. جاوبك على 11 واحد ثلاثه حيت الواحد غنهضروا غير فيه بغيت بزاف. نقول بان المجلس صعيب كان، لان التكوين ديالو هنا نجيو لباكستان، غادي نجيو لغايانا، غادي نجيو للصومال. كل دوله عندها خلفيه، عندها مشاكلها، عندها لي فيلنيرابيليتي، نقاط الضعف ديالها. يعني ماشي سهل. يعني المجلس اللي قبل راه كانت عندنا فيه الامارات، كانوا دول اللي اليوم عندك فيه الجزائر، عندك فيه غايانا، عندك فيه باكستان، عندك فيه سلوفينيا، عندك فيه الدنمارك. يعني حتى الدول الاوروبيه اللي هاد ماشي يعني الدنمارك، سلوفينيا واليونان، هادو هما الدول الاوروبيه اللي يعني ماشي البرتغال والدول اللي قريبه لنا بزاف. نفس الشيء بالنسبه في اسيا، كوريا وباكستان في اسيا، غايانا وبنما في امريكا اللاتينيه. كاين الدول اللي كانوا مواقفها واضحه، امريكا، فرنسا، بريطانيا، هذو من البدايه، لان بعد الاشتغال اللي قام به جلاله الملك معهم وبشكل مباشر هذه الدول هذه غيرت الموقف. وكانت في التوجهات ديال جلاله الملك بان هاد الثلاثه هما الاساس باش جلاله الملك يدوز للمرحله المقبله اللي هي مرحله ديال القرار. سيراليون دوله حليفه، هادشي اللي كاين. بنما دوله يلاه سحبت الاعتراف هذه سنه، يعني باقا هشه. يعني فينا وفين 11 باش فينا وفين 11 دي بديتي لي 11 كانت نمشيو لثلاثه. تما بدا متابعه يوميه جلاله الملك، ولكن واحد اللحظه وصلنا ل6 اللي يمكن بالطرق اللي 6 خصنا تسعود. تدخل مباشر، تفاعل مباشر جلاله الملك مع قاده باش نوصلوا لتسعود. ومن وصلنا لتسعود سهلت 10 و11. فال11 هي واحد ثمرة واحد المجهود كبير اللي دار جلاله الملك بتدخل شخصي ويومي باش نوصلوا لهذا الرقم. دابا نجيو للثلاثه بعد نجيو للثلاثه وبوحده باقي واحد. الصين وروسيا بحال اللي كيقولوا دائما مشكلتهم مع حامل القلم لاسباب مختلفه. الولايات المتحده لان هذا القرار اللي كيصدر كيقولوا الولايات المتحده مشروع قرار، هو قرار امريكي. كاين في ظل هذا السياق الدولي الصعيب، كاين يعني كاين صراعات، تجاذبات بين هذه القوى هذه. الا كانت روسيا امتنعت لجلاله الملك والمغرب، يمكن لي نقول بان منين بدا النقاش كان هذا الشيء ما غيتحركش حتى نشوفوا واش روسيا غدير ولا ما غديرش. لان الا كان فيتو ما كاينلاش تدخل كاع في هذا. وروسيا لما خدات القرار خداته لجلاله الملك بالنظر
لذاك الزياره في 2016. وكل ما تبنى، لان في ذاك الزياره جلاله الملك والرئيس بوتين وقعوا على اتفاقيه ديال الشراكه الاستراتيجيه المعمقه، واللي غدا اليوم خلقت ثقه، خلقت علاقات اقتصاديه، وخلقت الناس ما كيشوفوا كيقولوا المغرب عنده موقف متوازن من اوكرانيا. تمام. جلاله الملك خدا ذاك الموقف من اوكرانيا، وحنا عارفين، عارف جلاله الملك بان واحد النهار هذيك روسيا غادي تشوفنا بحال اللي حنا كنقول الحكمه والابعاد وبعد النظر، بان ذاك النظاره اللي غتشوف بها روسيا حتى هي القرار تشوفوا من اوكرانيا، وغتقول فين غندير المغرب. يعني هنا فين كتبان بان باش كنقولوا حنا اليوم المغاربه كيجنيو ثمره ديال 26 سنه ديال العمل جلاله الملك على المستوى الداخلي والخارجي، ماشي شعار ولا ماشي فورمول زعما دو بلاصو، هذا زعما الحقيقه. دونك هادو كان عندهم هذا الاشكال، عندهم مشكل مع حامل القانون، وبانهم ما يمكن لهمش، وكيقولوا حنا. وثانيا حنا زعما كدول على المستوى الوطني ما مشاوش في هذا المضمون، ما خداوش هذه المواقف باش يقولوا القرار كيعكس موقفهم الوطني. فكان هذا الاشكال. باكستان النقاش كله كان حول كشمير، يعني عندهم حاله في المنطقه ديالهم، وكيشوفوا حتى هما اي قرار اي موقف من نظاره لمصالحهم. داكشي باش كنقول مجلس الامن صعيب. هاد التركيبه ديالو من اصعب التركيبات. الا عطيتك السنه المقبله غتدخل مملكه البحرين، غتدخل ليبيريا، هذه من الدول المعروفه بصداقتها. ليبيريا حليف المغرب، وغتدخل جمهوريه الكونغو الديمقراطيه. هادو ما يعني نشوفوا افريقيا كي غتكون. يعني هادو كانوا صعاب، ولكن اللي مهم هو ان القرار تخاد بدون صوت ضده. هذا هو المهم في القرار اللي كيتعقل عليه، واش القرار كان عنده معارضه ولا لا. وفي هذه الحاله هذا القرار كان في صفر، لان لا شفتوا الرئيس المجلس قال المصوتون من مع من ضد اولا، وعاد الممتنعون او من لم يشارك في التصويت. فالاساسي هو هذا القرار التاريخي اللي اتخذ. ليس هناك دوله واحده عضو في مجلس الامن صوتات ضده. كان غادي يصدر الخميس وبقات الجمعه. اللي هذه غتجينا يمكن واحد اللحظه خصنا نهضروا بعدا على القرار، علاش هذا القرار فيه قطيعه، باش نقول بان بغينا تشويه الكواليس السيد الوزير. راه ما بين الخميس والجمعه كواليس ماشي حتى الخميس والجمعه. علاش انا سولت قبيله على المسوده ديال انا نبدا كيف اقتنع حامل القلم بانه يدير هذه المسوده ديال المشروع بالقرار. وشنو وقع؟ حنا كل مره كنا كندخلوا الانترنت كنلقاو واحد النسخه، والترجمه ديالها فرق كبير بين الفرنسيه والانجليزيه وبين اللغه العربيه. لهذا شهيتنا مفتوحه سيد الوزير، نوروا المغاربه اش وقع من نهار كانت الفكره ديال المشروع القرار الى غايه تصويت البارح. وباش نخليك بانك تجاوب على الاسئله خطره بانه ايضا كاين بانه الحديث عن ما سمي بتسونامي التعديلات، يعني بان حتى الطرف الجزائري يتكلم بانه عن تسونامي التعديلات. واش فعلا كان عدد كبير ديال التعديلات ما بين النسخه الاولى والنسخه اللي وصلنا لها الحين؟ ولكن خصنا يعتبرها نصر. واحد اللحظه ما قلناش بعد علاش هذا القرار تاريخي. يمكن خصنا واحد اللحظه نهضروا عليه. هذا القرار اللي دابا حنا يعني فرحانين به، وهذا لماذا هو تحول في مجلس الامن البارح؟ كان الجميع في الاروقه كيقول جيم تشينجر، قواعد اللعبه تغيرت. هذا هو هذه هي الصفه اللي عطاو لهذا القرار. علاش؟ القرارات هذا القرار 253 اللي اخذت الامم المتحده حول القضيه، يعني كاين واحد الكم كبير ديال القرارات. هذا القرار جلاله الملك قالها له ما قبله وما بعده. علاش؟ الا خدينا غير من حيث نبدا بالشكل شويه. القرارات القديمه، القرار اللي تخاد في 25 عرفتوا شحال كانت فيه من فقرات؟ 43. كان ما كيتسمى بالميلفوي. زيد اللي حاجه غير زيد غير زيد غير زيد. يعني من 1991 هو كيكبر. فيه 43 فقره، 4 صفحات. القرار ديال البارح فيه 14.
صحة. ثانيا القرار القديم هذا كان ميلفوي لان فيه كل شيء. مثلا واحد السوجي كان سميتو حقوق الانسان، كانوا اربعه الفقرات 15 سطر في القرار كانت على حقوق الانسان. اليوم ما كايناش. كان هاد المسائل الانسانيه هيومانيتير ماشي دغوا دلو، كانت كذلك اربعه الفقرات. اليوم جمله. اذا غير من شكل القرار تحول كبير. ملي كتشوف هذا القرار والقرار السابق من 43 فقره 14 فقره. ثانيا الاساسي فيه هو انه كله حول مبادره الحكم الذاتي. مبادره الحكم الذاتي هي المنطلق، مبادره الحكم الذاتي هي نقطه الوصول. هذا القرار وضح 6 الامور. النقطه الاولى شنو هو اساس التفاوض؟ قال بشكل واضح، لا شفتوا الفقره الديباجه الرابعه ولا الفقره العامله جوج وثلاثه كيقول مبادره الحكم الذاتي اللي مذكوره 6 المرات في هذا 14 الفقره، يعني مذكوره في الثلث ديال الفقرات ديال النص. دونك وضح شنو هو الاساس ديال التفاوض، وضح شنو هي نقطه الوصول في التفاوض. كيقول هي حكم ذاتي حقيقي داخل السياده المغربيه. عرفنا فين غنبداو وعرفنا فين غنوصلوا، ووضح شكون هما الاطراف. الا شفتوا الفقره ديال الديباجه الثانيه كيطلب من المبعوث الشخصي انه يشتغل مع المغرب، البوليزاريو، الجزائر وموريتانيا بشكل واضح. ما كاينش حدودات الاطراف، ما كاينش فيها 2+2 ولا الملاحظون ولا هذا ولا هذا وهذا غير جاي معاه، داك الشيء ما كاينش. دابا الامور واضحه. دونك بحال اللي وضح لنا الاساس، وضح لنا نقطه الوصول، وضح لنا الاطراف. رابعا وضح لنا شنو هو الاطار. دابا الاطار هو واحد المظله امميه بواحد قوه دافع امريكيه، هذا هو الاطار فاش كتقول. وضح لنا القرار كذلك الاجل، كيقول ماكسيموم عام، ولكن كيقول له الا شفتوا في الفقره الخامسه يطلب من الامين العام ان يقدم احاطه على اساس منتظم وفي اي وقت يراه مناسبا خلال هذه الولايه. فهو يعني مجلس الامن غيتبع هذه المفاوضات، والاجال ما غيكونش اللي باغي يلعب يربح الوقت، ما بقاش داك الشيء. يعني الامور واضحه. وبالتالي فهذا القرار كذلك يوضح من يخصو والمصير ديالها في هذه الفقره 5. فهذا القرار هاد 6 نقاط اللي وضح اساس التفاوض، نتيجه التفاوض، اطراف التفاوض، مظله التفاوض، اجال التفاوض، ودور المينيورسو في مواكبه التفاوض. هذا علاش هذا القرار مهم. هذا القرار كذلك مهم لان اللغه ما عرفتش يمكن اللي كيتبع الامم المتحده يعرف اللغه. شحال هذه باش كانوا كيقولوا شنو كان مثلا لما كيتحدثوا على مبادره الحكم الذاتي شنو كانوا كيقولوا؟ ناخذ علما. هذا القرار من 2000 ناخذ علما بمبادره المغربيه. اليوم شنو تيكين نوت. انا جاي ليه واش كان كيقول كذلك؟ كان كيقول ونحيي جهود المغرب، يعني كنا في داكشي ديال الصواب. انا نقراو الفقرات اليوم اش كتقول. إذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل. يؤكد. اش كيقول عاوتاني؟ يجي يقول يسلم أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون. يسلم بالإنجليزية كانت recognizing، اعترف. هذه ديال يؤكد affirming، يعني إلى فيرم. يهيب بالأطراف أن الشروع في هذه المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي. يهيب calls upon، يعني اللغة هي لغة ما بقاش فيها الصواب، لغة توجيهية. نهيب، نؤكد، نسلم. هذه يعرب عن دعمه للمبعوث الشخصي لإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي. اللغة تغيرت بشكل كبير في هذا. لأول مرة هناك قرار أممي يتحدث على السيادة المغربية. كلمة تحت السيادة المغربية، واللي كانت هي يعني مفتاح
واللي هي نقطه التحول الكبيره، واللي هي هي يمكن القطيعة مع ما الكابوس ديال كاع اللي ما بغاش هذا القرار. ولكن شنو تبدل السيد الوزير مع المسوده انا جاي الاولى والثانيه؟ ما عرفناش شحال كتبدا واحد. خصنا نرجعوا نهضروا على واحد، حيت هضرنا على 11 و3 وواحد ما درناش عليه. واليوم امور محسومه بطبيعه الحال. هذا الشيء راه بدا، هذه بحال اللي قلت يعني لما خدا القرار جلاله الملك بان هذه السنه يكون تغيير في الامم المتحده، بحال اللي قلت خدا جلاله الملك في اكتوبر السنه الماضيه لما قال هناك عالمين يتعايشان، عالم حقيقي وعالم اخر، والامم المتحده خصها دير خدمتها. اكتوبر السنه الماضيه كانت الخطه واضحه بان جلاله الملك وضع كهدف ان قبل الاكتوبر المقبل يكون القرار مختلف. من ثم بدا الاشتغال على هذا المسوده ب يعني متابعه مباشره جلاله الملك. يعني النسخه الاولى بدات في كنظن 4 اكتوبر. باش نعطيكم واحد، ما بين 4 اكتوبر القرار اللي تخذ البارح كان 45 تعديل. 45 تعديل اللي كانت 45 تعديل تطرح ولكن ما كاينش هذا بان المغرب دار هذه التعديلات تحت الضغط، لا. يعني تعليمات جلاله الملك كانت واضحه بان عارفين القرار اللي غنخرجوا به. الشيء الاخر هذه تكتيكات المفاوضات، استباق. نعطيك واحد المثال. ناخذ المينيورسو اللي يمكن بعض الاطراف كتعتبرها انتصار انها ولات سنه، ما بقاتش 3 شهور. ما بقاتش 3 شهور، شنو الفرق؟ هذه مفاوضات. يعني من البدايه كان التصور ديال المملكه المغربيه وتصور جلاله الملك واضح، هو ان المينيورسو مرتبطه بالحل، وما دام الحل قريب المينيورسو خصها تكون نتيجه مباشره للحل. ما مرتبطاش المساله بالاستفتاء لانه لا دابا مجلس الامن سال، وبالتالي المينيورسو ولا لاحظتوا الفقره الفقره الثانيه في الديباجه اش كتقول؟ كتقول وإذ يسلم بالدور الهام التي تطلع به المينيورسو في دعم المبعوث الشخصي بهدف التوصل إلى حل سياسي. هي ما عندهاش دور خاص، هي فقط نبوة مساند للمبعوث الشخصي، كتقدم له اللوجيستيك منين يجي وهذا. مي ما عندها هذه المسألة ديال التسمية اللي هناك، وحنا نجيو ليها. يعني من البداية المينيورسو ما كانش يعني الرغبة انها تحيد دابا، لان خصها تكون نتيجه للحل، وخصها تكون في اطار كذلك ديال التحضير، علما وخصنا ما ننساوهاش بان في كاع الحالات المينيورسو مشات لها 22% من، لان الولايات المتحده امتنعت على تمويل عمليه حفظ السلام. المينيورسو غتسد مواقع، ودابا بفعل الازمه الماليه المينيورسو غتحيد هليكوبتر، يعني هادشي كله دابا المينيورسو غادا في اطار التخفيض. ولكن هذه قلت مسار ديال التفاوض، يمكن ملي كتبدا ب3 شهور كنعرف النقطه، كنا عارفين ان النقطه الوصول غتكون هي سنه، ولكن خصك تعطيها لشي طرف باش ينضم للقرار، باش يكون من بين ال11. هنا هذا التكتيك اللي كتكلم عليه هو فهاد ال 45 تعديل ماشي تعديلات اللي المغرب دارها بز منه، ولا تعديلات اللي فاجات المغرب. جلاله الملك حدد الاطار، شنو خص يكون في القرار، فين خصنا نوصلوا. كان واضح منذ البدايه، وفي الذهن جلاله الملك راه كان واضح في اكتوبر لما قال جلاله الملك على الامم المتحده ان تتحمل مسؤوليتها باش العالم الحقيقي يكون يعكس في مشروع القرار. المساله كانت واضحه. بقى هذه مفاوضات، هذا مجلس صعيب، هذه كل دوله ما تدخلش، وكتعرف كاين الاعضاء الدائمين عندهم ليغو ديالهم، واللي ما غيقبلوش تجيب له قرار وتقول له. وكاين هذوك اللي كيجيو سنتين، في ذاك السنتين كذلك كيحاولوا ما يبانوش غير معروضين لمجلس الامن عامين ويخرجوا ويخلي حتى هما كيبغيو يديروا شويه ديال يبان الاثر ديالهم، فكل واحد غيجيب. وبالتالي يعني الاشتغال كان على من كان كيتسمى الدرافت بري زيرو حتى لغيف 3، يعني بري زيرو، زيرو، غيف 1، غيف 2، غيف 3، 5 ديال الصيغ اللي كانوا. ما كانش شي افالونش تسونامي ديال التعديلات، بالعكس
90% يمكن ولا اكثر كانت منتظره، وكانت يعني كان كيتم يعني التجاوب معها في نفس الوقت، وبالتالي فالقرار اللي خرج هو قطيعه مع كل ما قالته الامم المتحده في 50 سنه حول قضيه الصحراء المغربيه. علاش تسنينا حتى الجمعه؟ لانه كنا كنقولوا الخميس غادي يصدر القرار. في نفس هذا كانت في نهار الاربعاء كانوا 9 ديال الدول. يعني كانت واحد التفاعل مباشر جلالة الملك مع بعض القادة باش وصلنا ل10. من بعد بقى امل في واحد ال11. وكتعرف كاين في الامم المتحده كانت واحد المحاولات اللي جر واحد العضو دائم كذلك انه ينضم ل11 باش نوليو 12. ذاك العضو الدائم كان عنده بعض الطلبات اللي ما كترتبطش بالمغرب، كترتبط بالحامل القلم. فهذا خلى شويه داك الشيء يتعطل. واحد النقطه اخرى يمكن تقنيه باش يفهموها الناس، بان قرار ما كيتصوتش عليه في مجلس الامن الا ما كانش مترجم ل5 ديال اللغات، فبالتالي خصك تعطيه 24 ساعه قبل باش يترجم، باش ذاك الروسي يقراه بالروسيه والصيني قبل ما فهذيك 24 ساعه كانت لاسباب تقنيه. مازال السؤال قبل ما ننتقلوا ديال المشارك الواحد. لا واحد هو هذا دابا حنا 11 علاش صوتوا معنا لصالح المغرب، و3 علاش امتنعوا، وواحد ما شاركش، واحد لم يشارك. وذاك الواحد اللي لم يشارك واش قنعكم، واش بان لكم بانه في تبريره للموقف تبدل الخطاب ولا باقي نفس الخطاب؟ هذه يعني ملي غنوصلوا لهذه النقطه يمكن المقاربه هي المقاربه اكدها جلاله الملك امس. المغرب ما كيشوفش هذا الشيء كانتصار يعني اوميليون، موديل بالعكس المغرب كيدافع على حقوقه. وهذه ماشي جديده في سيدنا، لانه دائما هذه المقاربه ديال حتى في المشاريع التي اليوم كنشاهدوها في الجهات الثلاث، دائما المغرب ما كيفكرش في مصلحته الشخصيه كبلد، كتلقاه كيفكر منطقه المنطقه القاره ككل، فبالتالي لا غالب ولا مغلوب، حفظ ماء وجه جميع الاطراف، وهذه كلمات عندها دلالات كبيره جدا. واللي انا هالمقتطف كنشوفوه بصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح ثابت، وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة تربطها أواصر اللغة، الدين والجغرافيا والمصير المشترك. لذلك حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر. عبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين، وإن التزامنا، يضيف جلالة الملك، التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا وقدرتنا سويا على تجاوز هذا الوضع المؤسف. هنا خطاب العشر ديال 29 يوليوز 2025 السنة الماضية، وهذا ماشي موقف جديد جلالة الملك، يعني على الأقل يعني حوالي 10 الخطابات جلالة الملك اللي كانت فيهم هذه اليد الممدودة، يعني ماشي اليوم. جلالة الملك في هذا التصور الاستراتيجي للمنطقة موقفه كان واضح، فلسفة، قناعة، واضح. حوالي 10 خطابات ملكية اللي كتشير لهذه النقطة هذه. جلالة الملك أمس تحدث على لا غالب ولا مغلوب. جلالة الملك قال المغرب لا يرى ما وقع في مجلس الأمن انتصار، ولا يستغل الظروف لتأجيج الصراعات. جلالة الملك قال احنا كيشوف هذا الشيء من منطق المسؤولية، بأن اليوم مجلس الأمن أعطى المغرب حقه، والمغرب غيتعامل مع هذه المشروعيه ديالو بمسؤوليه للوصول الى هذا الحل اللي فيه لا غالب ولا مغلوب، والذي يحفظ ماء وجه الجميع. وجلالة الملك جدد الدعوه لحوار صريح مع الجزائر لطي صفحه الخلافات الثنائيه. هذه هي مقاربه، ايضا تاكدت في الرباط. هذه مقاربه جلاله الملك محمد السادس في عز يعني يمكن نقولوا الانتصار. كتكون الرؤيه واضحه
لان ما كاين التواضع والرؤيه الواضحه بان العلاقه مع الجزائر وحل قضيه الصحراء اليوم احنا اقرب لهم من اي وقت مضى، خص فقط الاراده السياسيه. وكل دوله خدات الموقف ديالها، يعني الدوله اللي ما بغاتش تشارك في التصويت عبرات على الموقف ديالها. الاساسي اليوم هو ان ولا دوله عرضت، يعني ولا دوله عرضت هذا القرار. هذا اللي كيبقى في الارشيف ديال حتى الواحد او الجزائر ما عرضت. لا، ما كيتسماش معارض، يعني من يعارض هو كاين فرق بلغه القانون الدولي. كاين عدم المشاركه في التصويت، هذا موقف. عدم المشاركه في التصويت في كثير من الاحيان كيكون لما كيكون مشكل مع السياق ماشي مع النص، لان لما كتدعم ولا كترفض ولا كتمتنع على نص، لما ما كتشاركش في التصويت احيانا كتكون مرتبطه بالسياق، ولكن كل دوله كتفسر المواقف ديالها وكل دوله عندها سيادتها باش تفسر الموقف ديالها. السي ناصر بوطيبه نمشي معك المحتوى ايضا النص ديال القرار، وفي واحد النقطه بانه ربما فيها عدم فهم اللبس وفيها تاويل ايضا، وبانه في نفس الوقت يتم الحديث عن الحكم الذاتي وايضا عن تقرير المصير، يعني بانه حتى الراي العام كلمه تقرير المصير فهي مرتبطه بالاستفتاء. واش ما كاينش، واش هناك في نظرك تناقض ما بين وجود تقرير المصير والحكم الذاتي، او لا فهي كتعني نفس الشيء بالنسبه لك؟ يمكن 4 نقاط الاجابه. الاولى، حنا كنهضروا يمكن مجلس الامن اللي شاف ميثاق الامم المتحده يشوف الماده 24 ديال الميثاق كتقول مجلس الامن يتحدث في مسائل الامن والسلم باسم المجموعه الدوليه. المجموعه الدوليه كتقول لك مبادره الحكم الذاتي هي الاساس، وكتقول لك الحل هو حكم ذاتي حقيقي في اطار السياده. سمعت الناس ما كيعرفوش القانون وكيقولوا هادشي اللي كنقولوا راه متناقض، وبان حنايا راه يمكن غير كنخربقوا. هذا مجلس الامن. مجلس الامن في ميثاق الامم المتحده هو الجهاز المركزي، هو جهاز اللي يعني كيدبر الامن والسلم على المستوى الدولي. هذا هو الشرعيه الدوليه. لكن شي واحد كيقول اليوم الشرعيه الدوليه هي قرار مجلس الامن، وكنشوفوها في قضايا اخرى لا في الشرق الاوسط ولا لما شنو هي المرجعيه الشرعيه الدوليه؟ هي قرار مجلس الامن، باعتبار نرجع عاوتاني كنظن الماده 12 ديال الميثاق كتقول عندما يمارس مجلس الامن اختصاصاته في قضيه كل الاجهزه الاخرى الامم المتحده سواء جمعيه عامه ولا تمتنع عن ابداء اي توصيات. فمجلس الامن هو الشرعي. هذه النقطه الاولى. اذا اللي كيقول تناقض هذه معيوره لمجلس الامن، لان مجلس الامن ما كيعرفش شنو كيدير. عندك لا الا النقطه الثانيه هي تقرير المصير. المغرب كان واضح فيه من البدايه بان حتى واحد ما عنده الاحتكار ديال هذا. يعني المغرب دافع على منين بدا تقرير المصير والقضيه الاولى راه كانت ذاك لا ريزوليسيون 1514 راه كانت واقيلا 1961. كاين شي دول ما استقلوش، المغرب اللي دافع عن طريق تقرير المصير لذاك الدول. فالمغرب ما عنده عقده من هذا. ولكن وفي الندوه يمكن مع لافغوف راح كنتحاولوا بانها ما يمكنش اليوم تستعمل المبادئ باش تعكس. شنو هو تقرير المصير اللي جينا نبحثوا فيه؟ تقرير المصير هو جوج المسائل، هو مضمون وهو اسلوب. لان تقرير المصير موجود في اتفاقيات حقوق الانسان، العهد الدولي للحقوق السياسيه في الماده 1، العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه في يعني ما كيقولش هو لك انت ما مستقلش عاد ما عندكش تقرير. تقرير المصير هو عمل يومي لما الناس كتصوت وكتختار المسؤولين ديالها في البرلمان، لما الناس كتاخذ مبادرات اقتصاديه. هذا هو تقرير المصير. يعني والا علاش كنديروه في قضايا حقوق الانسان اللي كتهم دول مستقله؟ تقرير المصير ما عمره كان صوت واحد النهار في حياتك وراك صافي. هو ولهذا الحكم الذاتي بالاطار اللي كيديروا ديال منح المنطقه اجهزه تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه في اطار السياده المغربيه. راه هذا هو احسن تجسيد المبدا تقرير المصير كما هو في العهود الدوليه ديال حقوق الانسان.
ثانيا تقرير المصير كذلك في المفاوضات الدولية هو التعبير عن إرادة الأطراف أو المعنيين. لما الناس كتسني على شي اتفاق وكتوصل له، فالاراده ديالها تعبر عليها. نعطيك واحد المثال باش نعرفوا بان اليوم الا توقع شي حاجه في غزه، واحد ما يقول نديروا استفتاء واش هذا قابل ولا هذا ما قابلش. فتقرير المصير مبادره الحكم الذاتي بمضمونها بطريقه صياغتها منسجمه تماما، هي شكل من الاشكال، هي الاصل ديال مبدا تقرير المصير. ولما مجلس الامن كيقول يسلم بأن الحكم الذاتي الحقيقي هو الحل الأكثر قابلية، وزعما كيقول في خرق لمبدأ تقرير المصير، لا، لأنه هو تجسيد حقيقي عملي يومي لمبدأ تقرير المصير. ثانيا أنه التفاوض والوصول إلى حل والتوقيع على ذاك الحل وتعبير عن إرادة الأطراف هو تقرير المصير كذلك. فالمغرب ما عنده حتى شي عقدة ومرتاح مع هذه النقطة. صراحة سي بوريطة نبقاو معك حتى 3 ساعات صراحة مازال باغي. لكن سؤال أخير لأنه وصلنا إلى النقطة الأخيرة في هذا اللقاء الخاص. مشكور على كل هذه التوضيحات. غنرجع للخطاب الملكي بالأمس. سيدنا قال أنه تحدث عن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي. واش كاين مؤشرات أولية، كاين موعد أولي، أفكار مطروحة خلال الأسابيع المقبلة في هذا الباب؟ احنا يعني في قاعد النقاش كانت نقطة انطلاق، والنقطة اللي يمكن متفقين عليها جميع هي أن جلالة الملك لما كيقول شي حاجة عارف بأنها علاش قالها، فهاد يعني وكان وعارفها وقتاش غادي تكون، فالرؤية واضحة. اليوم بطبيعة الحال كاينة مبادرة الحكم الذاتي تحطات في 2007. جلالة الملك قال في الخطاب بأن سيتم تحيينها. شنو قال من 2007 مثلا؟ كاين دستور جديد في 2011، كاين لا شارت، كاين ميثاق ديال الجهوية الموسعة في 2015، كان النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية في 2015، كان النموذج التنموي الوطني في 2021. هذه كلها عناصر اللي اليوم يمكن لها تغني، لأن في بعض الأحيان يمكن الممارسة ديال عدم التركيز، لا ديكونسونطراسيون ولا اللامركزية اللي كيدير المغرب في بعض الأحيان يمكن فاتت. شنو؟ لأن السياق ديال 2007 كان سياق. اليوم ملي كيقول جلالة الملك سيتم تحيينها ثانيا كانت ما نساوش مبادرة الحكم الذاتي هي 6 صفحات، فيها 2 صفحات رسالة و4 صفحات هو المضمون. اليوم مادام أنها الأساس، لأن بحال اللي كان قلناها جلالة الملك عارف فين باغي يوصل وعارف شنو هما المحطات. في 2007 كانت كتسمى مبادرة للتفاوض حولها، فكانت كمبادرة دبلوماسية ما كانش خصها تكون مفصلة، ولكن اليوم كأساس للتفاوض راه كيخصك أمور مفصلة. ما هي الأجهزة، ما هي الإمكانيات، ما هي الاختصاصات، هذه كلها يعني ما كان فقط إشارات في 2007 اليوم كيخصو يولي بالتفصيل في هذا الاطار هذا. راه غنشدوا معنا تسويع سي بوريطة. السؤال كنظن ضروري المغاربه غادي يبغيو يعرفوا الجواب، لا بعجاله. والجواب ديال سي بوريطة مجموعه ديال بزاف ديال المسؤولين الامريكيين كيتكلموا على وساطه امريكيه بين المغرب والجزائر، واليوم كانت تصريحات تفيد بانه كاين نقط مشتركه. يا ريت تعطينا شويه يعني مؤشرات. يعني الموقف ديال جلاله الملك كان دائما واضح من هذه النقطه، بان المغرب والجزائر ما محتاجينش وساطات بحكم القرب الجغرافي، بحكم التاريخ، ما كاينش اللي كيعرف الجزائر اكثر من المغرب، وما كانش كيعرف المغرب اكثر من الجزائر. فكان هذه يعني كانت نقطه ثابته عند جلاله الملك بان المغرب والجزائر عندهم الامكانيه يحلوا مشاكلهم بنفسهم. لهذا جلاله الملك كان هناك نداء لحوار مباشر وصريح. فجلاله الملك كان دائما كيقول بان الحوار المباشر بين المغرب والجزائر
احسن من اي وساطه وغيحل اي مشكل. خص تكون غير الاراده السياسيه. إذا أفضل ما نختم به هذا اللقاء الخاص. شكرا لكم سيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على كل هذه التوضيحات. طبعا مازال كانت في بالنا أسئلة كثيرة لكن الوقت لا يسمح. شكرا لكم. شكر موصول زميلي شكرا لك رضوان الرمضاني. شكر موصول لك عبد الله الترابي.